ضع يدك على رأسي ولتقسم بالله العظيم إنك قتلت صخرا. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم إنني قتلت صخرا بيدي ودفنته بنفسي. أصدقك يا يعقوب. يا حاجب. مولاي. هات ما عندك. ماذا تقول يا يعقوب؟ هذا هو صخر الذي قتلته ودفنته. سبحان من يحيي العظام وهي رميم. افعل بي ما تشاء يا مولاي، فقد حل لك دم. ليس الموت عقابا يا يعقوب، فكل الناس تموت. سألقي بك في قبو مظلم لا تعرف فيه نهارا من ليل، ولا تأكل ولا تشرب إلا بمقدار ما يبقيك حيا، حتى ينتهي أجلك. الحمد لله، ما عرفت يوما رغد العيش. لم يكن في دارنا أيام الصبا أكثر من قوت يوم واحد. وكيف بلغت هذا القدر من العلم يا إمام؟ والعلم يحتاج النفقة لشراء الصحف. عوضني عن ذلك ما وهبني ربي من قوة الحفظ بديلا عن الكتابة. ما كنت أسمع شيئا من العلم إلا وأحفظه، مثلك يا شافعي. ولكن الرحيل إلى العلماء يحتاج لنفقة السفر. الصبر وقوة الاحتمال يغنيان عنها. كنت أذهب إلى نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، أجلس أمام داره والشمس في كبد السماء منتظرا خروجه، فإذا خرج إلى المسجد تركته ساعة كأني لم أره، ثم أذهب إليه أسأله: كيف قال ابن عمر في كذا وفي كذا؟ وكانت به حدة فيرفض الإجابة أحيانا، لكنني أنتظر حتى يهدأ فأعاود سؤاله فيجيبني. ذلك فوق احتمال صبي في مثل عمرك يا إمام في ذلك الوقت. أحيانا يضيق صدري لكن لا يذهب صبري. وكانت أمي رحمها الله تعوضني وتشجعني. ومن غير ابن نافع أخذت عنه يا إمام؟ ما تركت مجلسا من مجالس العلم في المدينة إلا ذهبت إليه. لازمت ابن هرمز سنوات، وأفضل ما تعلمت منه قول العالم: لا أدري. كان يقول: لا أدري نصف العلم. والجاهل من يتوهم أنه يعرف كل شيء، بينما يقول سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. إنما أردت أن أبين لك الطريق يا شافعي، لأنني أتوقع منك خيرا كثيرا لو ألزمت نفسك بما يلتزم به طلاب العلم. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر
من طلب الليالي. فليكن شعرك هذا دليلا يقود مسيرتك حتى لا يضيع منك الطريق. ما الذي أيقظك يا أمه؟ حسبتك نائمة. ما غمض لي جفن يا ولدي. اجلسي يا أمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يرضينك يا أمه. اشتد علي ضيق الصدر، لا أكاد ألتقط أنفاسي. أما أخذت الدواء الذي كتبه الطبيب؟ هذا الطبيب موسى كما قلت عنه لا يفقه شيئا في الطب. وددت لو أذهب إلى طبيب آخر. عند طلوع الشمس نذهب إلى إدريس الحميدي، هو على دراية لا بأس بها بالطب والدواء. هؤلاء الأطباء لا خير فيهم، لا يفقهون شيئا في الطب. أريد طبيبا بارعا في وصف العلاج. ومن ترين يا أمه؟ ذلك الطبيب الهندي الذي حدثتني عنه. بيدبة؟ أجل هو. ولكنه يقيم في عمان، والرحلة تحتاج أسابيع. نسافر إليه. أتحمل مشقة السفر ولا أطيق آلام المرض. هيا فلتجهز نفسك لنرحل إليه. أنت تقصدين تحقيق رغبتي في تلقي العلم على يد هذا الطبيب وليس للعلاج. أليس هذا ما تسعين إليه يا أمي؟ فلنرحل إليه يا شافعي. أنت تقصد الدرس وأنا أبغي العلاج. ماذا لو اتفقت مصالحنا على شيء واحد؟ ما رأيت أما مثلك يا أمي تشجع ولدها على طلب العلم وتيسره له أينما كان. أريد أن أستفسر عن شيء يا إمام. عندما صليت بنا صلاة الاستسقاء بدأت بالخطبة وجعلت الصلاة بعدها، لماذا؟ هذا يا ابن عبد الحكم ما أستخلصه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لا يفعلون ذلك في الحجاز. رأيت الإمام مالكا يبدأ بالصلاة ثم جعل الخطبة بعدها كما هو في العيدين. في الحقيقة لا أعرف سند الإمام مالك في هذا الأمر. سنده ما يجري عليه العمل في المدينة. لا يا ابن عبد الحكم، لا يكفي هذا وحده سندا. نعود إلى حديثنا عن حقوق المرأة على زوجها، وأولها المهر، ويجوز تأجيل المهر أو تعجيله، ويجوز أيضا تعجيل البعض منه أو تأجيل البعض منه حسب عادات الناس وعرفهم. يا إمام، طلبت أختي المؤجل من مهرها فرفض زوجها، فهل يجوز لها أن تلجأ إلى القاضي لأخذ مالها؟ هل اشترطت أختك في عقد الزواج أن يكون لها المؤجل من المهر متى شاءت؟ لم تشترط ذلك. لا حق لها إذن في طلب المؤجل من المهر، وإنما تستحق هذا المؤجل إذا فرق بينها وبين زوجها موت أو طلاق. ليس ذلك ما يجري عليه العمل في المدينة. مؤجل الصداق حق للمرأة تطلبه في أي وقت. الذي أعلمه أنه لا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم قضى لامرأة بمؤخر صداقها إلا إذا فرق بينها وبين زوجها موت أو طلاق. كيف إذن يقضي الإمام مالك بغير ذلك؟ لا ينكر أحد علم الإمام مالك، ولكني أختلف معه في بعض المسائل. وهل أحصيت هذه المسائل وحددت سندك في أسباب الخلاف وبعثت بها إليه؟
أختلف معه يا أخي في 70 مسألة، وأنوي عندما أراه أن أناقشه فيها. ولما تنتظر حتى تراه؟ سوف أخرج لأداء العمرة في خلال أيام. اكتبها له وأجيئك بالرد عليها. الإيمان عندنا ليس اعتقادا أو قولا فقط، ولكنه اعتقاد وقول وعمل. الدليل على ذلك أن الصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم صارت إلى بيت الله الحرام، فخشي بعض المؤمنين أن تضيع صلاتهم الماضية، فقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا وهي فعل. أحسنت يا إمام. ولما كان الإيمان قولا وعملا فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما تقول يا شافعي؟ الإيمان يا إمام ما استقر في القلب وأثبته العمل، وهو يزيد وينقص كما تقول يا إمام. عفوا يا إمام مالك، لست أرى ما تراه ويراه صاحبك الشافعي، ولكني آخذ برأي أبي حنيفة النعمان في أن الإيمان اعتقاد بالقلب وتصديق باللسان، أما العمل فلا يدخل في الإيمان. كيف ذلك؟ إيمان أهل الأرض وأهل السماوات واحد، وإيمان الأولين والآخرين والأنبياء واحد، ولهذا لا يزيد الإيمان بالعمل ولا ينقص، وهذا رأي أبي حنيفة الذي أعتقد به. ليس رأي أبي حنيفة حجة دامغة. ائتني بشيء من الكتاب أو السنة يعزز هذا الرأي. يقول تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجعل سبحانه وتعالى الواو فاصلا بين الإيمان والعمل، فالإيمان شيء والعمل شيء آخر. أنت ترى الواو فاصلا بين اثنين. هي كذلك. أنت إذن تعبد إلهين، إلها في المشرق وإلها في المغرب، لأن الله تعالى يقول: رب المشرقين ورب المغربين. سبحان الله، تجعلني مشركا؟ أنت الذي جعلت نفسك كذلك عندما زعمت أن الواو فاصلة بين شيئين مختلفين. أحسنت يا شافعي. هذا الشيخ واسع الحجة، قادر على إفحام من يحاوره ويجادله. ما هو بشيخ، إنه يا حمدة فتى في مطلع الشباب يدعى محمدا الشافعي. وكيف يكون له كل هذا العلم وهو في مطلع الشباب؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد قال سبحانه وتعالى عن يحيى عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا. صدق الله العظيم. أحسنت يا نفيسة. تقولين إن اسمه الشافعي؟ أو تعرفينه؟ زارتنا منذ أيام امرأة يقولون لها أم الشافعي، أيكون ولدها؟ ربما كان ذلك. الذي أعرفه أنه يقيم مع أمه، يقضي اليوم كله مع أبي، ثم يذهب إليها في الليل حتى لا تبيت وحدها. أليست له زوجة وأولاد؟ ما تزوج بعد، إنه منشغل بطلب العلم. محظوظة من يختارها زوجة لها. إذا كان هذا الفتى يعجبك يا حمدة، فلما لا تطلبينه زوجا لك؟ الرجال هم الذين يطلبون النساء للزواج يا فاطمة. وما يمنع النساء أن يطلبن الرجال للزواج؟ ما رأيك في ذلك يا نفيسة؟ نبي الله شعيب خطب موسى لإحدى ابنتيه، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. كم أنت واسعة العلم يا نفيسة، ما من شيء إلا وتجدين له سندا في الكتاب أو السنة. أوليست حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام؟ أتعلمين ما من شيء أغبتك عليه يا نفيسة إلا هذا النسب الشريف. لا ينفعني هذا النسب يوم القيامة. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. صدق الله العظيم. ألا تكفيك شفاعة جدك محمد صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع للمسلمين جميعا، ألا يشفع لك؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول لأهله من بني هاشم: يأتيني الناس بالأعمال
وتأتوني بالأنساب؟ حديثكما هذا أعادني إلى نفسي وأفاقني من وهمي. كنت شديدة الاطمئنان والاعتزاز بجدي عثمان بن عفان. عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين. أدركت أن انتسابي له لا يضيف شيئا، ما دام انتسابك للرسول نفسه لا يضيف إليك ميزة عن غيرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونلتقي إن شاء الله في المجلس القادم. تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا إمام، ما شاء الله ما شاء الله. هل تريد شيئا آخر يا سيدي الإمام؟ لا يا ابني. والآن يا شافعي كملت صفاتك ولم يعد ينقصك غير شيء واحد. أي شيء يا إمام؟ الزواج. ما يمنعك الزواج؟ أما جاءك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. أعرف هذا الحديث النبوي، وأعرف أيضا قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. صدق الله العظيم. ولكنني وجدت لك من تتزوجها. أسأل الله أن يوفقني لما يحب ويرضى. فتاة طيبة المنبت حدثتني عنها ابنتي فاطمة، فتمنيت أن تكون زوجة لك. جدها لأبيها عثمان بن عفان ذو النورين. ما اسمها يا إمام؟ حمدة بنت نافع. ما يضحكك يا شافعي؟ كانت أمي قبل أسابيع تزور أمها، ولما رأتها حدثتني في أن تكون زوجة لي. يا سبحان الله، أنت وأمي يا إمام تختاران لي نفس الفتاة لتكون زوجة لي. فلتعجل إذن بزواجها. كان عبد الله بن مسعود يقول لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام أموت في آخرها لتزوجت مخافة الفتنة. لا أتردد في ذلك لو كنت أملك مهرها. ما أظنهم يغالون في المهر. سوف يأخذون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. ولكني لا أملك الكثير ولا اليسير، وليس عندي ما أعينك به، لكننا نجد المخرج إن شاء الله. أنت تقصد تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبلغ الإمام مالكا أنني قادم من عند الليث بن سعد في مصر أحمل رسالة له. ما اسمك يا رجل؟ حمدان بن عبد النعيم. انتظر. سيدي، رسول من عند الإمام الليث بن سعد يحمل رسالة، اسمه حمدان. دعه يدخل. أتعرف يا شافعي الليث بن سعد؟ سمعت به يا إمام، هو فقيه مصر. بيننا أخوة في الله، نتبادل الرأي في مسائل الفقه، ولقد كتبت إليه أراجعه عندما علمت أنه لا يجيز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء عند المطر، وهو ما يجري عليه العمل هنا بين أهل المدينة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإمام الليث يقرئك السلام ويسأل الله لك العافية، ويبعث إليك بهذه الرسالة ردا على رسالتك، كما يبعث إليك بهذه السرة راجيا قبول هديته. بلغه تحياتي وشكري على هديته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ برسالته في مسائل الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتستند في مسألة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء عند المطر إلى أن أهل المدينة يفعلون ذلك، وتقول في رسالتك إن الناس تبع لأهل المدينة التي إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن وتعلم أهلها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وذلك حق. ولكن هؤلاء السابقون من المهاجرين والأنصار خرج كثير منهم إلى الجهاد في سبيل الله، ونزلوا بمختلف الأمصار في مصر والعراق والشام، وكان بحمص وحدها 70 من أهل بدر. ومن هنا فإن علينا أن نأخذ عن الصحابة في المدينة كما نأخذ عن الصحابة في غير المدينة. ما تجاوز الحق فيما يقول يا إمام. الليث بن سعد ليس من السهل إقناعه، له حجته وعنده الدليل عليها. والذي نعرفه أن مطر الشام أكثر من مطر المدينة، وبرغم ذلك لم يجمع الصحابة في الشام قط بين صلاتي المغرب والعشاء في ليلة ممطرة، وكان بينهم أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان ومعاذ بن جبل، الذي يقول عنه عليه الصلاة والسلام: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه. لهذا لا أرى الأخذ بما تعملون به في المدينة من جمع الصلاة بعذر المطر، لا في صلاة الليل ولا في صلاة النهار. لا يغضبك هذا يا إمام، إنما يقول رأيه. لا أغضب، فكل يؤخذ برأيه ويرد كلامه إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وليس الصواب ملكا لأحد، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. لا شيء يفزعني أكثر من الآية الكريمة التي تقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. صدق الله العظيم. كلما أفزع من هذه الآية أستعيد الآية الكريمة التي تقول: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. أترين أن هذه الآية ناسخة للآية السابقة؟ لا أراها ناسخة يا حمدة، ولكن المؤمنين يوردون على النار ليعرفوا فضل الله عليهم ونعمته وقد أنجاهم منها، ولكن ورودهم عليها لا يصيبهم بأذى.
ليتك تعقدين مجلسا لتفسير كتاب الله يا نفيسة. لا تغرني في نفسي، التفسير بحر واسع لا يتصدى له غير العلماء والفقهاء. كذلك أخالف رأيك الذي يقول إن الشريكين في المال لا تجب عليهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب الزكاة، وأرى أن الزكاة تجب عليهما معا ما دام هذا المال المشترك بلغ نصاب الزكاة. هو رأي جدير بالنظر يا إمام. ذلك ما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والرأي الذي عمل به عمر بن عبد العزيز في خلافته. وكذلك أختلف معك في قسمة الغنائم، فأنت ترى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الزبير بن العوام سهما لفرس واحد، والناس كلهم يتحدثون بأنه أعطاه 4 أسهم لفرسين ومنعه الفرس الثالث، وهذا ما نأخذ به. الرجل لا يقاتل إلا على فرس واحد، فكيف يعطى نصيبا على فرس مربوط؟ هذه مسألة تستحق الدرس. وأخيرا فأنت تعلم كم أحب لك التوفيق وطول البقاء لينتفع الناس بعلمك، ولا تنسى أن تخبرني إذا كانت لك حاجة عندي، فإنه يسرني قضاؤها لك. والآن فلننظر هديته إلينا. بعثت إليه بصرة مملوءة بتمر المدينة، فرد الهدية كيسا مملوءا بالدنانير. يا لسخائك يا ليث. أهو ميسور إلى هذا الحد يا إمام؟ عنده ضياع وبساتين دخلها 80,000 دينار كل عام، ولم تجب عليه الزكاة قط، لأنه يفرق أمواله قبل أن يحول عليها الحول. ما شاء الله. بارك الله فيك يا إمام، بارك الله فيك. يا سبحان الله، صدق الله تعالى حين قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر واحد يسرين. كيف وجدتني يا شافعي؟ الحمد لله يا حمد، على خير ما أرجو وأتمنى. الحمد لله. وأنت؟ ما فاجأني شيء فيك. لقد رأيتك قبل أن أراك، وعرفتك قبل أن ألتقي بك. كيف ذلك؟ سمعتك تتحدث في دروس الإمام مالك. ولكن التعامل والنظر شيء آخر. كيف ذلك يا شافعي؟ أما وصلك قول بشار بن برد: والأذن تعشق قبل العين أحيانا؟ بارك الله لك يا حمدة. إنما أتذكر بك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. أرجو يا شافعي أن أكون هذه المرأة، وأرجو أن أكون هذا الرجل الذي تحلمين به. لا أشك في ذلك. تعلمين يا حمدة أنني وهبت نفسي للعلم، وأخاف أن يدور ذلك على حقك. لا يكون ذلك أبدا. العلم يأخذ الفكر والوقت، ويستلزم السفر والمشقة، ولكن لا يكفل رغد العيش وسعة الرزق يا حمدة.
ستجدني بإذن الله معينة لك في كل ما تطلب. أليس أجر الذي يعين على الخير مثل أجر الذي يطلب الخير؟ هو كذلك يا حمدة. بقي شيء واحد وددت لو أطمئن عليه. أمي يا حمدة، أوصيك بها. ماتت أمي وأنا صغيرة، ثم عوضني الله بهذه الأم الصالحة، فكيف يدور في خاطرك أن أفرط في حقوقها؟ بارك الله لنا وجعل زواجنا هذا فاتحة خير وبركة بإذن الله. أتعرف يا شافعي ما الذي حدث للإمام مالك ومنعه من حضور حفل الزواج؟ أرسل يعتذر لعلة ألمت به. هذا ما توقعته، فهو لا يمتنع عن حضور حفل كهذا إلا رغما عنه. غدا بإذن الله نذهب للاطمئنان عليه. بإذن الله. بعض الناس يجيئون من مصر والشام يطلبون الدرس، هذا ما يؤلمني. بوسعهم الانتظار حتى يشفيك الله يا إمام. هي إن شاء الله وعكة عارضة. ما رأيك يا شافعي لو أخذت مكاني في حلقة المسجد النبوي، تستقبل المترددين وتجيب السائلين بدلا مني؟ أتهيب الجلوس مكانك يا إمام، فأنت إمام دار الهجرة. أنت تحفظ الموطأ وتفهمه وتستطيع أن تقرأه على الحاضرين. نعم، ولكن ماذا عن الحوار الذي يدور بعد القراءة؟ أخشى أن يتناول مسائل لا أعرف الإجابة عنها. بوسعك أن تجد الإجابات في الموطأ ومن خلال ما سمعت مني. عفوا يا إمام، تعرف أنني أخالفك في بعض ما جاء في كتابك وفي بعض رأيك، فكيف أجيب بما لا أقتنع به؟ اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. أجب بما تشاء. كل ما أطلبه منك أن تلتزم الكتاب والسنة ولا تخرج عنهما. مهدي، عليك أن تختار وزيرا بعد يعقوب حتى لا تتحمل الأعباء وحدك. لا أتعجل الأمر، لقد فجعت فيه بعدما وضعت ثقتي به، ولا أحب أن أكرر التجربة. لو أخذت برأيي لا تقع في الخطأ أبدا. ما أشرت عليك بشيء أخذت به ثم ندمت عليه، أليس كذلك؟ من تظنينه الأنسب وزيرا لي؟ الأنسب فواز بن سعيد صاحب البريد. ما هذا الذي تقولين؟ ألا يكفي فوازا هذا مكانه كصاحب البريد حتى أجعله وزيرا؟ وما يمنعك؟ الوزير يمسك بشؤون الحكم في يده ربما أكثر من الخليفة نفسه. فواز جدير بثقتك وقادر عليها. فواز هذا كان مجرد عامل بديوان البريد، وما زلت توصينني به حتى جعلته صاحب البريد. ألا يكفيه هذا؟ هو مستحق للوزارة، فلما لا تعطيه حقه؟ أتراه قد قصر في مكانه الذي وضعته فيه؟ أنت لا تعرفين شيئا عن فواز هذا. ألا تعلمين أن أباه كان كاهنا بمعبد المجوس حتى مات؟ وأسلم فواز وحسن إسلامه. دماء المجوس تجري في عروقه، فكيف أطمئن إليه وأسلم له أمور الخلافة؟ الأوائل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر وعثمان وأبو بكر وغيرهم، أليسوا جميعا كان آباؤهم من عبدة الأوثان؟ ولكنهم عندما دخلوا الإسلام أصبحوا منارات هذا الدين والرافعين لواءه. أخاف يا خيزران أن آخذ برأيك هذه المرة. كل ما يعيب فوازا أن أباه كان مجوسيا.
ألا تأخذ بقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ أتعرف أكثر ما يهمني من أمور الحكم يا فواز؟ الزنادقة. لقد اخترتك وزيرا لي لأنك تعرفهم عندما كنت صاحب البريد، وأريد أن أطلق يدك للقضاء عليهم. والله لأتقرب إلى الله بدمائهم. إنهم يريدون هدم الدين يا فواز بالأحاديث الموضوعة وإثارة المناقشات المغرضة حول مسائل العقيدة، ويسوقون الناس لترديد أقوالهم، ويستخدمون الشعراء في ذلك. لقد سمعت أمس بيتين من الشعر قالهما الشاعر بشار بن برد، فألقيت به في السجن حتى ننظر أمره. لا أحب أن يدفعك الحماس لتأخذ الناس بالشبهات. لو عرف أمير المؤمنين ما قاله بشار هذا ما أبقى على حياته ساعة واحدة. إنه يقول: إبليس أفضل من أبيكم آدم، فتنبهوا يا معشر الأشرار. النار عنصره وآدم طينة، والطين لا يسمو سمو النار. تحقق من انتساب هذا الشعر إليه، فإن أيقنت بذلك فخذه بأشد العقاب. الشاعر أبو دلامة. أبو دلامة هذا لا يعرف من الشعر غير الهجاء. ما أظن هذا المجلس مناسبا له. بل هاته، لعلنا نجد عنده ما يرفه عنا. ربما خصال أمير المؤمنين تعلمه كيف يقول المديح. فليدخل أبو دلامة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمير المؤمنين، إليك مني. انتظر يا أبا دلامة، لا أحب أن أسمع شيئا من المديح، أريد أن أسمع شعرا في الهجاء. سوف أهجو الروم الذين يهددون الثغور. بل تهجو الزنادقة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لا هذا ولا ذاك، أريدك أن تهجو واحدا ممن يضمهم هذا المجلس. ليس فيهم واحد يستحق الهجاء. إن لم تفعل ما آمرك به قطعت لسانك. لا يطاوعني لساني على ذلك يا أمير المؤمنين، كلهم أهلك ورجالك وعشيرتك. يا حاجب، أدخل السياف ليقطع لسانه. وإذا هجوت واحدا منهم قطعوا رقبتي، فماذا أفعل؟ أمر مولاي. اختر لنفسك ما تشاء، قطع لسانك أو قطع رقبتك. سوف أهجو واحدا من الحاضرين في المجلس.